في رغبتكم لتنشيط القطاع الخاص الأردني، تبقوا على حوار دائم مع كل مسؤول، لا ترددوا في طرح أي موضوع يستطيع القطاع الأردني يستفيد من خبراتكم. جميع رجال الأعمال الأردنيين عما تأسست عام 85 كانت برؤية ملكية، ولم يكن القطاع الخاص له في أي دور، سوى أن جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه في زيارته إلى القاهرة اجتمع مع رجال أعمال مصريين. عند عودته تكلم معي دولة رئيس وزراء الأخ زيد الرفاعي رحمه الله، قال لابد أن نجتمع حمدي سريعا. فأنا كنت في ذاك الحين رئيس غرفة تجارة عمان والأردن، طبعا ذهبت إلى الرئاسة. طبعا ما كانش في هذيك الأيام أي تعقيدات أو بروتوكولات أو حرج، أمور سهلة. طبعا الأخ زيد الرفاعي رحمه الله أخ وزميل وصديق، قلت له ما هو المطلوب اليوم؟ قال جلالة الملك البارحة اجتمع مع رجال أعمال مصريين ووجد أنه لابد أن يكون في الأردن جميع رجال الأعمال الأردنيين، تكون زي هي ذراع استثماري للأردن، بالإضافة إلى غرفة التجارة وغرفة الصناعة. قلت له أنا حاضر. عدت أنا رأسا على غرفة التجارة، دعيت إخواني أعضاء مجلس الإدارة وبعض رجال الأعمال الأردنيين، وتكلمت مع أخي عصام بدير، وإحنا مجموعة طيبة. يعني كنا معظمنا كان يعني انتخابات لمن يرغب. الجمعية ابتدأت في آلية جديدة بأنه عقدنا مجالس أعمال مشتركة مع دول عربية مختلفة. كان لنا الشرف أن نؤسس أو نساعد قطر على سبيل المثال تأسيس جمعية رجال الأعمال القطريين في الكويت، البحرين، سوريا، لبنان. امتدت يعني نشاطاتنا بسرعة، وكان في تجاوب بذاك الحين مع القطاع الخاص العربي، وابتدأنا يعني نعمل نشاطات. وذلك كان أول زيارة لجلالة الملك عبد الله الثاني الله يطول عمره إلى بريطانيا. كان الجمعية هي الوحيدة من القطاع الخاص موجودة بمعيته، وكان عندنا احنا مجلس أعمال أردني بريطاني. وانتقلنا مع جلالة الملك إلى فرنسا، هذا في عام 99 أظن آخرها. وطبعا الجمعية كان عندنا شركائنا في فرنسا يسموهم أرباب العمل، يعني من الشركات الكبيرة، الايرباص، لافارج، جنرال دوزو. تمكنا يعني جلالة الملك عبد الله الثاني قدرنا ننظم بمعيته وبرعايته 3 لقاءات في فرنسا، أنتجت حوالي $1 مليار استثمارات فرنسية في الأردن. حتى في أحد المرات جمعية أرباب الأعمال الفرنسيين كلموني، قال احنا انتقلنا إلى مبنى جديد وبدنا جلالة الملك عبد الله الثاني يفتتح لنا هذا المبنى. فكلمته قلت له في هيك طبعا. فكنت بمعيته ورحنا فتح له. كانت الجمعية ابتدأت على اسبانيا عند الملك خوان كارلوس، فابتدأنا يعني هذا نشاطنا. كان يعني أسسنا حوالي 16 مجلس أعمال أردني عربي وصديقي. يعني الجانب التركي طبعا كنا مع جلالة الملك في ذاته الرسمية تركيا بقصر الرئيس أردوغان. يعني الحمد لله الجمعية كانت تدعى كممثل القطاع الخاص. هذا رصيدنا اللي احنا 40 سنة هاي، وتمكنا من جذب استثمارات أهم شيء. والأعضاء يعني الحمد لله يمثلوا معظم القطاعات الاقتصادية. يعني هي مجلس الجمعية إنه ليست هي كل تقديرنا لغرف التجارة والصناعة، هذه تمثل كل القطاعات الاقتصادية في الأردن. يعني احنا كجمعية ما تركنا رئيس وزراء إلا دعيناه للقاء، ما تركنا وزير صناعة وتجارة أو وزير استثمار إلا دعيناهم، وقدمنا مقترحات وتوصيات، بعض منها أخذ منها، بعض لم يكن هناك أي تجاوب. على مال 30 سنة أنا بحكي الآن مش اليوم. فبتصور الحكومة لهلا ما عندها أنا بحكي الحكومة الحالية يعني كأنه ما فيش عندهم رؤية واضحة ما هو دور القطاع الخاص. يعني تطلع مثلا قوانين أو تعليمات، المفروض كان في الماضي يدعو القطاع الخاص يستشيروه.
بيشوف رأيه، هل رأي في الاستشارة؟ يعني أهل مكة أدرى بشعابها. يعني على زمن زيد الرفاعي مرة ثانية لما كنت رئيس غرفة أنا، في أحد المرات قلت لدولة الرئيس لابد يكون عندك مجلس استشاري من القطاع الخاص. تعرف خلال ساعة كان في كل المجلس ومن القطاع الخاص، وطبعا الوزير المعني في ذاك الموضوع كان انه يتواجد، فكان اسهل على الحكومه اذا تاخذ اي قرار او تنشر اي قانون لمجلس النواب، صار عندها رؤيه واضحه ووضوح الرؤيه نسميها اكثر كل تقدير، لانه يعني ابن القطاع الخاص بيقدر يعني يعطي نصيحه مجانيه وحتى كمان يحافظ على مصالحه ويزيد استثماراته. أنا أدعو الحكومة حاليا مثلا أنه لابد تجتمعي مع القطاع الخاص، مش يعني اجتماع روتيني، اقعدوا يومين ثلاثة أربعة خمسة شوف شو الوضع، يعني مين عم يتابع. ففي خلل بالمتابعة. يعني الحمد لله النمو الاقتصادي 2.8%، لكن ما ننسى أنه في عندك بطالة تعدت ل 21%، في عندك مديونية عم ترتفع زي ارتفاع ميزان الحرارة عم تطلع كل يوم. طيب إلى متى احنا؟ مشاريع أو شركات مساهمة عامة لم تؤسس منذ 15 عام. احنا مرة ثانية على موضوع الرؤية الاقتصادية بجمعية رجال الأعمال الأردنيين عقدنا اجتماع مع رجال الأعمال الأردنيين وعرب، وأسسنا الشركة العربية للتعدين. خلال ساعات كنا مسجلينها، لكن كان في قدامنا كمان يعني شوية صعوبات في التسجيل. الآن الحمد لله يعني قريبا إن شاء الله بده يرتفع رأس مالنا من 2 مليون يطلع ل 40 مليون، لأنه كثير من الأردنيين والعرب بيقولوا القطاع قرضنا النحاس نحكي هلا إنه في جدوى اقتصادية له وفي إمكانية، بس يعني سهلوا للمستثمر لا بلاش يراجع المستثمر أكثر من دائرة خطأ. ما دام في عندك وزارة استثمار هي بدها تكون مندوب المستثمر، هي بتراجع له في كل الدوائر خلال 48 ساعة تعطيه الموافقة أو لا. أما أنا كمستثمر خاصة إذا كنت مش أردني، أنا مش مفروض فيي أراجع كذا دائرة. ليه؟ وتقول في قانون استثمار الموضوع مش موضوع ضرائب. أول شيء الحمد لله يعني كان لي شرف أنا أكون مع أخوان وكنا فريق واحد تمام زي ما ذكرت لك توصيات، وما قطعنا يعني علاقتنا مع أي حكومة، كنا دائما على وفاق واستقبلنا معظم الرؤساء. 30 عام ما في شك أن الجمعية أصبح لها مكانة خاصة في القطاع الاقتصاد الأردني. يعني تدعى هي في كل بغض النظر تدعى في معظم الاجتماعات أو كانت داخليا أو خارجيا. أصبحت يعني هي حقيقة موجودة ليست بتمثيل شخص، إنما بمجموعة ورؤية واضحة، وإحنا عم نحاول نطبق رؤية جلالة الملك عبد الله في موضوع الاقتصاد، وليس سهلا هذا الشيء إلا بيكون هناك تعاون فريق متكامل والحكومة تستجيب لهذه الجمعية. الجمعية طبعا هناك قريبا في انتخابات، واخوان طبعا بدهم حابين يتولوا مسؤوليتها ويكملوا المسيرة، وأنا بدعي لهم بالنجاح ويتأكدوا أني شخصيا راح أكون معهم عضو في العامة في أي مساعدة بريدوا. أنا جاهز. في معظم الجمعيات وقت بيكتر العدد النصاب لأول مرة مش سهل، أيام بيكون مسافر يا عنده يعني عنده التزام آخر بيبعث وكالات، بس وقت كل عدد فوق ال 230 مش شرط يعني الكل يقدر في ظرف معين. فاحنا تعودنا يعني كلنا في أي الجمعيات اللقاء الثاني أو الاجتماع الثاني هو اللي بيكون الأساس.